والكلمة الآن سي سليمان السعدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، معالي الوزير، الأخوة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المداخلة هذه في مشروع الخدمة الوطنية، أنا أولا باغي نعرج على المادة 24 تاع الدستور 89 اللي أنا أصلا مانيش معها، لأن هذه المادة حددت مهام الجيش الوطني الشعبي بأنه يبقى حامي للوطن، وحذفت عليه المهمة تاع التنمية. بصح أنا يبان لي باللي الناس هذو أولا ذاك الفو ما فوتناش عليه مادة بمادة، ثم أن الناس اللي وضعوا الدستور كانوا يشوفوا غير واحد الزاوية تهمهم، ولا ما كانوش عارفين الجزائر. غادي نشرح. احنا في الهضاب العليا والصحراء أن الجيش الوطني الشعبي هو اللي دار الطرقان، وهو اللي بلع علينا قضية النقص أو العجز في قضية الأطباء. وعلى هذا الأساس راني نقول في صياغة الدستور الجديد لازم يديروا الحالات الاستثنائية وين الجيش الوطني الشعبي لازم يقوم بالمهمة تاع التنمية. نعطيكم مثال حي عايشين احنا في ولاية النعم اليوم للوقت اللي نهضر معكم. أنا عندنا 2000 سكن اجتماعي نتاع الفقراء ولا تسموه انتم الزوايليه ما سكنوش في ولايه النعامه، ولي زونتربريز اللي راهم كاينين تما المقاولات تاع البنيان عندهم البلون تاعهم شارجي، والمقاولات لا البريفي ولا الوطنيه ما قدرتش، والشعب ما سكنش. واش احنا نستناو اليوم القيامه؟ اذا الجيش الوطني الشعبي لازم يقوم بهذه المهمه. اعطونا استثناء. احنا رانا نشوفوا باللي راكم نقصتوا له من المهام تاعه. شكون اللي دار الجيني سيفيل الصحراء؟ ما داروش اللي كانوا يفهمونا في قضيه شمال صحراء. بالمناسبه انا كنت ضابط في الجيش، وكان لي الشرف انني خدمت في الصحراء وكنت في اصعب المواقع، وانا كنت صابري ولكن كنت قدا وقدود. وباش نقول لكم باش شكون اللي راه يهضر، اذا انا جو بارون كونيسونس دو كوز، معناها بلي انا وطني صح. انا ايام اللي كانوا يديروا عامين درتها، وكي كنت نخدم في لا بروتيكسيون في كل الحراسه اللي عندها السلاح كنت قدا وقدود. اليوم واش راني نقول؟ قضيه العزوف والعصيان سببها ناس في السياسه، وفيه كاين ناس اللي يتسبوا فيه ان اولاد الفقراء كانوا يمشوا يديروا السيرفيس ناسيونال واللي عندهم المعارف ما يديروش، وكاين ناس من الصحراء يهودوهم للصحراء، وكاين ناس في الشمال خليهم في الشمال. يروحوا نفركسوا في الصح. احنا رانا هنايا الجيش الوطني الشعبي ولد الشعب، وحنا يسمونا نواب الشعب. احنا ما نهضروش في الزلق برا، نهضروا في لابلينير اللي هي هذا هو المركز تاعنا، ونتصارحوا بين بعضنا ونعاودوا نجبروا الخلل. علاش؟ كيفاش كنتوا تتصوروا ان الجيش الوطني الشعبي اوطونكو مؤسسه مهابه بار تو الموند انهم يصارحونا ويجيبوا لنا باللي صح ان كانت عزوف وكان عصيان؟ ما ندرقوش بالغربال. لاننا علاه كي تقول للطبيب باللي انا مريض بالكبده يعطيك دواء الكبده، بصح كي تقول لها وديها الكور ودور كي تبغي يعطيك الراج، معناه ما يعطيك ما يشخصلكش الحاله. راني قلت بلي اسباب في اصحاب السياسه كانوا سبب، لانه تجربوا ولاد الجزائر باش يفوتوا عليهم. عام راني معاه، عام تقدر تتكون في السلاح وتأدي مهام واحده اخرى. اذا انا طالب استثناء في الدستور الجاي لتنفيذ مهام التنميه بالنسبه للصحراء وولايات من الهضاب العليا. الماده 24 قضيه الإعفاء بعد التجنيد في ظروف، هي قضية تفسير القوة القاهرة. أنا يبان لي كنتم ما تحولاش على التنظيم، لأن هذا هو الجيش الشعبي الوطني. أنتم كي ديروا تنظيم من بعد احنا ما على بالناش، وغادي نتفتوا في هذا الأمر في هذا القانون. هذا قادر يكون تفسير القوة القاهرة، عدم تحديد القوة القاهرة وعناصرها واضحة المعالم قادرة تكون ظلم، وإحنا نكونوا أورجو
سولونا في قوانين فات هنا وفات على التنظيم، والوزاره خرجوا مواد تنظيميه. صحيح. إذا لويزا. والكلمة الآن السيد سليمان سعداوي. تفضل سي سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، معالي الوزير، الإخوة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مشروع القانون هذا الخاص بالتمهين أنا عندي عليه ملاحظات، ولكن ما هيش مشكلة أنني نذكر واحدة من محاسن سعاه، هي قضية السن من 15 إلى 35. فك بزاف المشاكل اللي كانت واقعة بالنسبة للناس اللي كانوا يوقعوا في إحراج، وهما الناس اللي كانوا مسيرين، باعتبار باللي كان الشارع يزخر بالبطالين ويجي باش يتمهن يقول لها باللي فاتك اللاج وهو مازال عنده 25 عام. كارثة. ولكن أنا باغي نمشي نيشان القضية اللي هي في أرض الواقع. في أرض الواقع واش يقول؟ يقول باللي أن الشباب ما عندهاش فكرة التمهين. لأن علاه؟ لأن حليتوا له النوتر براش نتاع أنه يمشي يدي الدراهم في الإدماج والسيتيا، بصح ما يمشيش يضيع وقته في التمهين. ها علاش راه يعزف الشباب. ثم أن قضية لونساج كي رانا نقولوا لكم هذه 4 سنين ولا 5 سنين، أن اللونساج أفقد قيمة العمل. احنا ما يفوتوش بنا الوقت. احنا ثاني رانا نخموا على الشباب الجزائري. صافي با دير باللي البرلمان يخلص 30 مليون وما يعرفش ما معنى الفقراء. واه نعرفوا نخطوا للشباب، حتى اللي رانا ندو خلصه مليحه، ولكن ما عرفوا نخطوا لهم. رانا نقولوا كاين سياسات ما تاكلش في ارض الواقع. لونساج ولاكناك افقدوا قيمه العمل. الشباب ما ولاش يمشي للتمهين. اي سي بور سا كو محاسب البنك يجي للبرلمان ويجيب لنا بوند يسموه لي كريونس ايركوفرابل، الديون المعدومه، طون دو مليار. افيقه بنادم، طون دو مليار تاع الدوله الجزائريه تاع الشعب، ماشي وحنا ساكتين. ديون معدومه، الدوله خرجتها من الخزينه وما تتردش. علاش؟ لانها اعطتها الشباب والمشاريع مورني. المشروع ميت من البراس، وتجي الدوله تقول لنا تعرض على البرلمان باللي ان كاين ديون معدومه لان الشباب ما نجحش في المشاريع. بصح قلنا لكم جيبوا هذو تاع السي اف بي ا تاع مراكز التكوين ويجمعوا مع جماعه لونساج ولاكناك ويدرسوا المشاريع باش يعطوها للشباب. المشاريع لازم تدمج مشاريع مدروسه. نعطيك معالي الوزير انا مثال في بلديه العين الصفراء بالضبط، وقيس عليها الحديث اللي باغي نقول لك عليه. كاين مصنع تاع نجاره من 5 سنين الريكروتمون زيرو، صفر، ما شافش من التكوين المهني نجار واحد. هذه السنوات دخل عن طريق الادماج، ماشي عن طريق التمرين، عن طريق الادماج 15 12 هربوا و3 قعدوا. هذه العام اللي فات 3 تربصوا في التكوين هربوا. علاه؟ لانهم راهم لاقيين اون باراليل، لاقيين مصدر رزق ماهوش كبير على قد الحال، ولكن ما يضيعوش وقتهم في القرايه ويتمرمدوا. وكاين مؤسسات ما تقبلش المتمهنين لانها ما عندهاش شابيتر في المحاسبه يخلص المتمهنين. هاني اعطيتك امثله حيه، لان كاين في مناطق معينه من الجزائر العميقه كاين غير البلديه والمستشفى، ما كاينش لي زونتربريز. تجي في ولايه النعامه تعطينا اختصاص تاع نفخ على الزجاج، رانا في كاليفورنيا احنا لان هذا ما يطبقش على السوق الداخليه. هذا اللي تفورمي انت في نفخ الزجاج وين يمشي؟ مزيان ونافرين القضيه، قلنا ودي هذا ما يركبش على بعضها، او ديال الغاش راكم غالطين. انا مانيش نقصد معالي الوزير، انا راني نكريتيكي سياسه ما تنبتش في ارض الواقع. وانا طونت كو ديبوتي والله نقول الحق، ما كاينش حاجه ما كاينش هضره بلا هذه. دونك راني نتكلم على مشاكل رانا نعانوا منها. الشباب مثلا عندنا احنا في يسموه في الشوماج، لان ما عندهاش افق.
صح كاين في بلدان كاين البريفي وكاين قيامه قائمه، بصح حنا قلنا لكم معتمدين على السيكتور بيبليك اللي هو البلديه والسبيطار، واللي كان شي مقاولات عندنا حنا مقاولات تاع البنيان كريفات ما قدرتش تنجز، حق الكوطه اللي عطاتها لنا الدوله ما قدرناش ننسجوها، لان حتى قلنا ابصر بكاع المقاولات اللي كاينه تما ما عندهمش المال وما عندهمش لا عبرت على الديمقراطية في ما يسمى الأغلبية اللي امبارح كانت الناس كل تشوف الجهة واحدة، اليوم أيضا تشوفيها هذيك. شكرا سي سليمان.